السلام عليكم. إذا أعجبك الفيديو فلا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد. انتهت الجولة الثانية من دور المجموعات بالنسبة للمنتخبات العربية المشاركة في مونديال 2022 الذي تستضيفه قطر حتى 18 ديسمبر كانون الأول المقبل. ولم ينجح في المنتخبات العربية الأربعة سوى المغرب الذي حقق انتصارا تاريخيا على بلجيكا بثنائية دون رد اليوم الأحد. وبات رصيد المغرب 4 نقاط في صدارة مجموعته ليقترب خطوة من التأهل إلى ثمن النهائي بعد تعادله السلبي في المباراة الأولى أمام كرواتيا. ويسعى المنتخب المغربي لتحقيق نتيجة إيجابية جديدة في المباراة الأخيرة أمام كندا من أجل التواجد في دوري الواحد ست. وبدأت الجولة الثانية بخسارة جديدة لقطر أمام السنغال من 3-1 ليودع المنتخب المضيف البطول، علماً بأنه خسر في المباراة الافتتاحية أمام الإكوادور من 2-0. كما خسر المنتخب السعودي أمام بولندا من 2-0 رغم أنه قدم أداء مقنعاً إلى حد كبير، لكن فرصه في التأهل إلى ثمن النهائي تبقى قائم بسبب فوزه المدوي في الجولة الأولى على الأرجنتين من 2-1. ويتبقى للأخضر مباراة المكسيك في الجولة الثالث، لذا سيسعى جاهداً لمواصلة كتابة التاريخ والتأهل إلى الدور الثاني من المونديال. في المقابل تضاءلت حظوظ تونس في عبور دور المجموعات بنسبة كبير بعد الخسارة من أستراليا من 1-0 ليتجمل رصيده عند نقطة واحدة حصل عليها من التعادل مع الدنمارك سلبياً في الجولة الأولى، علماً بأن المباراة الأخيرة ستكون أمام فرنسا